السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، متابعين قناة ميس انجلش. النهارده حبايبي هناخد ايه؟ النهارده سنة 6 ان شاء الله هنفنش المنهج، حاجة عظيمة جدا. هنخلص الجمل بتاعة اليونت 5، وبعد كده هناخد جزء الجرامر. كام سؤال كده سهلين جدا ما فيهمش اي حاجه. قبل كل حاجه تعمل ايه؟ لايك الجميله للفيديو. يلا بينا. معانا مين؟ معانا احلى مجموعه عندي بصراحه، مجموعه سنه 6 كلهم بصراحه بموت فيهم. هم عارفين بقى نفسهم، يبقوا يعلقوا لي في الكومنتات. يلا بيقول لي حبايب قلبي هنا الجمل مهمه جدا. بيقول لي مثلا اول جمله ايه؟ I am 13 years old. انا عندي 13 سنه. I am 13 years old. انا عندي 13 سنه. بنت بتتكلم عن مشكلتها لمامتها. هنعرف مع بعض ايه المشكله دلوقتي. فهي بتعرف نفسها بتقول ايه؟ انا عندي 13 سنه، وبتحكي في جوابها وبتقول I have a big problem. انا عندي مشكله كبيره. I have a big problem. انا عندي مشكله كبيره. I am 13 years old. I am 13 years old. I have a big problem. انا عندي مشكله كبيره. I have a big problem. انا عندي مشكله كبيره. My little brother is the best. My little brother is the best. أخي الصغير شخص مزعج. شخص مزعج. بيعمل إيه؟ He follows me all the time. هو يتبعني طوال الوقت. My little brother is the best. My little brother is the best. أخي الصغير شخص مزعج. شخص مزعج. He follows me all the time. He follows me all the time. He always bothers me and my friends. He always bothers me and my تاني. He always bothers me And my friends. هو دايما بيضايقني أنا وأصحابي. أنا وأصحابي. بيعمل ايه يعني يا حبيبتي؟ بيقول he goes into my room. He goes into my room. ده بيدخل اوضتي. and takes my things. And takes my things. وبياخد حاجتي without asking. بدون استئذان، يعني بيتخش اوضتي. نمبر 1. نمبر 2 بياخد اشيائي. والموضوع بقى المحزن اللي فيه هو ايه؟ من غير ما يستأذني. he goes into my room. He goes into my room. He goes into my room and takes my things And takes my things. without asking. يعني هو بيخش اوضتي وبياخد اشيائي من غير ما يستأذني. يلا تاني. he goes into my room and takes my things without asking. My mom tells me. ماما بتقولي to be patient أن أكون صبورة. because I am older علشان أنا كبيرة. again my mom tells me to be patient because I am older علشان أنا كبيرة. It's not fair. هذا ليس عدلا. What can I do؟ أعمل إيه؟ تاني. My mom tells me to be patient because I am older علشان أنا كبيرة. It's not fair. هذا ليس عدلا. What can I do؟ أعمل إيه؟ مامتها بتقول لها بقى إيه؟ Your little brother loves you very much. أخوك الصغير
الصغير بيحبك جدا. أخوك الصغير بيحبك جدا. he wants your attention. He wants your attention. he wants your attention. He wants your attention. يريد اهتمامك. يريد اهتمامك. تاني your little brother loves you very much. Your little brother loves you very much. he wants your attention. He wants your attention. بتقول له كمان spend time with him. spend time. With him. اقضي وقت معه. يقضي وقت معه. spend time with him. Spend time with him. tell him. اخبريه. tell him أخبريه. he can use your things. 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 ممكن يستخدم أشيائك. ممكن يستخدم أشياء. but he has to But he has to ask first. ask first. but he has to But he has to ask first. ask first. ولكن عليه أن يستأذن أولا. يعني قولي له ممكن ياخد حاجتك بس يستأذنك. تمام. إيه تاني؟ help him. ساعديه. طب help him. ساعديه. find some friends. يعني يجد بعض الأصدقاء. ساعديه كده يبقى عنده أصدقاء وشلة حلوة. يلا تاني help him. find some friends. يعني يجد بعض الأصدقاء. and don't forget. وما تنسيش. تاني and don't forget. وما تنسيش. he will grow up. هو سوف يكبر. هو سوف يلا تاني and don't forget. he will grow up. he will grow up. يبقى help him find some friends and don't forget he will grow up. يلا حبيبي هنا السؤال بتاعنا اخدنا المره اللي فاتت how often كم عدد المرات. how often do you visit the museum. كم مره انت زرت فيها المتحف. قال لي بصي يا ميس هحل ازاي. هشطب على how often. ركز معايا كده. هشطب على وكمان do وهنزل باقي السؤال يو اضربها تنزل اي. يبقى انا هقول اي اهي visit اهي the museum اهي 3 times. احط من عندي بقى العدد 3 مرات اهي في السنة. 3 مرات في السنة. يبقى I visit the museum 3 times a year. 3 times 3 مرات في السنة. 3 مرات في السنة. فاكرين القاعدة دي يا حبايبي؟ كنت بقول لكم ايه؟ أنا جبتها اهو قبل ما أكمل. كم عدد المرات how often. كم عدد المرات how often do أو does والفاعل فعل مصدر. do أو does والفاعل قلت بجاوب على السؤال ده بطريقتين. يا إما أقول once مرة واحدة twice مرتين. once مرة واحدة twice مرتين. 3 times 3 مرات. 3 times 4 times 4 مرات. 4 times once a day مرة في اليوم. once a day مرة في اليوم. طب once a week مرة في الأسبوع. once a week مرة في الأسبوع. once a month مرة في الشهر. once a month مرة في الشهر. طب once a year مرة في السنة. once a year مرة في السنة. يلا نجيب twice وتمشي مع كل دول. بعد كده نجيب 3 times ونقولها مع كل دول. ونقول 4 times مع كل دول. قولوا معايا twice a day. Twice a day. twice a week. Twice a week. twice a month. Twice a month. twice a year. Twice a year. يبقى مرتين في اليوم. مرتين في الأسبوع. مرتين في الشهر. مرتين في السنة. 3 times a day 3 times a day. 3 مرات في اليوم. 3 مرات في اليوم. 3 times a week 3 times a week. 3 مرات في الأسبوع. 3 مرات في الأسبوع. 3 times a month 3 times a month. 3 مرات في الشهر. 3 مرات في الشهر. 3 times a year 3 times a year. 3 مرات في السنة. 3 مرات في السنة. 4 times a day 4 مرات في اليوم. 4 times a day 4 مرات في اليوم. 4 times a week 4 مرات في الأسبوع. 4 times 4 مرات في الأسبوع. 4 times a month 4 مرات في الشهر. 4 times a month 4 مرات في الشهر.
4 times a year 4 مرات في السنة 4 times. 4 مرات في السنة. طيب خلاص فهمنا الحتة دي. طب ممكن أقول always أو usually أو often أو sometimes أو hardly ever أو never. ينفع استخدم ظروف التكرار دي. always دائما، usually عادة، often غالبا، أحيانا sometimes، hardly ever بالكاد، ونيفر أبدا أبدا. يلا السؤال اللي وراه بيقول لي how often does he take medicine؟ كم عدد المرات اللي هو بياخد فيها دواء؟ نركز مع بعض. how often does he. طبعا انا جبت does عشان هي، ما ينفعش اقول do he. does بتيجي مع he وشي وإت والاسم المفرد. how often does he take medicine. ادي how often. do او does جبنا does. الفاعل he، الفعل في المصدر take. فاهمين تكوين السؤال؟ how often does he take medicine؟ قال لي يا ميس هشطب على how often وكمان does، هشطب على how often وكمان does. تمام قوي. حط الاس في جيبي بقى ما تنساش. هشطب على how often وكمان does. هشطب على how often وكمان does. وبحط الاس في جيبي. انا بحط الاس في جيبي. يلا شطبت، بشطب الثلاثه دول وانا هنزل ده تحت. he take medicine. هل تنزل he take medicine ولا اطلع الاس اللي في جيبي واحطها هنا جنب تك؟ هنحط الاس عشان الفعل بياخد اس مع هي وشي وإت والاسم المفرد. he takes medicine. يلا عدد المرات كتب twice a day، مرتين في اليوم. he takes medicine twice a day. he takes medicine twice a day. بياخد الدواء مرتين في الاسبوع، في اليوم بياخد الدواء مرتين في اليوم twice a day، مرتين في اليوم. هنا ملحوظه صغنططه بيقول لي خلي بالك ان ابوستروفي بيتر بيجي وراها مصدر زي ما خدنا في المحادثه. ايد بيتر جو هوم، انا افضل الذهاب للبيت، فايد بيتر يجي وراها ايه؟ مصدر جو. طب infinitive excellent. without يعني بدون، without يعني يجي وراها verb I ان جي. he takes my things، هو بياخد اشياء. without ask ولا without asking؟ ليه؟ عشان without بيجي وراها verb I. بكده سنة 6 خلصنا المنهج وخلصت حلقتنا النهارده. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله تعالى. ان شاء الله لو في فيديوهات تانية لسنة 6 هيبقى فيها حل اسئله او حل نماذج امتحانات. اوعى تنسى اللايك الجميله واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم مس انجلش. باي باي يا حبايب قلبي.